السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيتكم فيديو جديد ويوم جديد، وإن شاء الله يعجبكم، يكون حلو خفيف على قلبكم حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا رسول الله. جبتكم فيديو جديد، ديروا لي لايكات واشتراك بالله عليكم. تدقيق يعني بجدد البيت ومعاكم إن شاء الله يعجبكم ذوقي، ويمكن ياخدوا أي حد تاني يعملها. يلا غندير ستاير واعمل ليه باش نعلقهم ان شاء الله. جبت ستاير خفيفه وثقيله وان شاء الله تشوفوها معلقه، وان شاء الله يكون فيديو خفيف ظريف اليوم معاكم. كل خفيفه ظريفه ضيفه على قلوبكم حبايب قلبي. يلا نبداو. النهارده جات الستاير، رحنا جبنا ستاير وجينا خيطتهم وجبتهم. ان شاء الله بنستعين بجوزي يعملهم ليا. باقي عم يحيد القدام باش ندير الجديد. يلا نركبهم وانتم معايا ان شاء الله. النهارده التنظيف عميق. عايزه نقول لكم على جيت نعلقهم وانا الكورنيشه دي. يلا بصيب فيها شويه. اللي فيه بنات اللي ما بيعرفوش، انا بديت نصيد بها، نجبد باش ندير لها الكورنيشه وانا معاكم. نبت حته بالراحه عشان ما تقطعش وانا معاكم حبايب. نزل حته عشان ستاره سميتو كبيره شويه. نزل شويه من الخيطه عشان ندير الكورنيشه. نحاول باش ما نقطعش الخيط. لا قطعته كاني ما درتش حاجه. شدي لي الكورنيشه صعبه شويه. درت انا من الوسط بصراحه، خديت حته من هنا. كل نص متر ناخد منه خيط عشان نقر. نعمل لي ستاير جديده يعني تعبه من الصبح. احنا بدينا الصبح وخلصنا بالليل، يعني كنا خارجين. بس الساعة انتبه بس هذا ندير معكم الشقة. بصراحة حلوة، عجبتني، زوينة الستاير. قربت لكم بها قطيفة حلو. داخلة في هذا في الأول. وبعدين جبت الفطيرة ودهنتها بسمنة كريستال، شوية جبنة بقى من فوق اللي قلبك يحبهم. ده سنة نخرج نجيب هذا بتاعهم، ما نجيبهمش. انا شفتهم في العتاب. ما هي شفتهم ما شاء الله، بس حلوين. تسلم يدك يا ابو عمرو.
قولوا لي ايه رايكم. انا لسه ما عملتوش مزيان، بس انا الصالون كي ولا يعني نوريكم من يعني من قل شيء الا يعني ولا حاجه مهمه بالنسبه لي انا. صبغته كما قلت لكم ونظفته وكان غيتلاح ولا صالون ذهبي ولسه مازال. وهنا كمان انا غنجيب الكوشيت، المخدات والحاجات دي لما نخرج ان شاء الله للعتبه، ونجيب هاد الميضه دي او الطبليه اللي بيقول غنصبغها ذهبي، نخليها هنا ديال الصالون ذهبي. انا ما غنمشي نشري الطبله نقري ونفكر فلوسي، لا غنصبغها ذهبي. ممكن غننزلها عند النجار يثبت لي رجلها وغنصبغها ذهبي حتى هي ان شاء الله، ورخامه فيها. وهذه الصغار اللي حاطه فيها ديال اللي بيقولوا فيه والحاجات دي ديال النت، هي غنصبغها ذهبي ونحطها هناك ديال خاصه بها. والصوره دي كانت معلقه حطيتها في الركنه دي، حطيتها في الركنه وحده هنا تنشوف ليها ان شاء الله. مش دلوقتي البيت دا مش بتاعي، ما تخرمي مسمار ولا اي حاجه، يعني الواحد بيحافظ على حاجه الناس. الستاير اللي جبت جديده ما شاء الله، قولوا لي رايكم. اهي صيبتها ولات غزاله ما شاء الله، حتى يعني الواحد بيفرح لما بيجيب حاجه ويديرها. بقى نجيب ليها هادو ديال الحيطه اللي تيتمسكوا في الحيطه، الحديدات اللي بيتشد بها الحواشي ان شاء الله. وانتم معايا دا ما عندي فغانا دا مكانه ان شاء الله. نمشي نجيب كما قلت لكم الكوشه المخدات الصغار ان شاء الله، واجيب حاجات اللي تواتي الكراسه وتواتي المكان، وان شاء الله حاجه ان شاء الله بيحمل المكان. الحاجه اللي كانت غتلاح هي نفعتني، تعرفوا يعني شنو معنى؟ يعني انت وحده ما تفكر وتقول ما عنديش او حاجه، كل حاجه بتجي بوقتها وبالصبر والايمان، غتجي كل حاجه بشويش بشويش غتجي براحتها. بحال هاد الستاير ما كنتش نفكر فيهم نهائيا، واقسم بالله العظيم ولا درتهم في البال. كان عندي راضيه بكل حاجه الحمد لله، نقول الحمد لله بكل حاجه. لكن بص ما شاء الله جمعت فلوس ومشيت جبتهم، تكلفوا عليا ب2000 جنيه لكن حلوين. يعني جبت حاجه حلوه ويعني ولايقه وموضه موديل يعني حلو، وقات مع الكراسه ما شاء الله، مع الكراسه اللي عملت. لما ربنا يرزقني ان شاء الله نغير ما لدا الطقم ان شاء الله غنغير لي غير نقدو باذن الله، وغيولي احلى واحلى. ومع الانسان لما النقار وهذا غيشدوا احسن واحسن، وغيولي الاحسن. ما شاء الله انا عجبوني الستاير زوينين وحلوين. وهاد الصوره دي يمكن نخليها هذه مكانها هنا واقفه. انا ما درتش من الصباح انا واقفه بصراحه، ما درتش وتعبانه، بدير شويه شويه ونقعد ندير شويه شويه ونقعد. ان شاء الله نمشي نجيب كما قلت لكم المخدات، ونجيب اسمه مفارش ذهبي ان شاء الله. كله غندخلوا بالذهبي واللون ده ديال الستاير باذن الله. نخدم يمكن غندخلهم باللون تاع الستاير، عجبوني اللون ده مع المخاد غيجوا زوينين بحال هكذا. ودول اللي كنت غنرميهم بصراحه، دول كنت مقرفه منهم، لكن ما عنديش ظروف اللي غنروح نجيب شي حاجه تاني. لا انا غنمشي نجيب قلت غنقدهم، لا ما وخشبهم حلو لكن ما غنقد ولا اي حاجه، مش منكوش كدابه ونقول غندير غنجيب لهم ان شاء الله اللباسه ديالهم تلبيسه، وغتدرك العيب كله كانوا باقيين نفس ان شاء الله بحال الستاير. غنجيبهم نيت هنايا غنديرهم في هذا الكفر بتاعهم. وكما قلت لكم بكره ان شاء الله غننزل ان شاء الله. دي كانت عندي ديال التلفزيون ديال زمان، ديال التلفزيون وتتمشي يعني قلتي
بيقول يا ارميها او اعطيها، لا ما ارميهاش ولا نعطيها، لا غنستافد منها. وانتم غتشوفوني كي غندير لها. معليش في الحاله هذه باقي ما رتبتهاش. بكره ان شاء الله باذن الله لو قال لي عمر غنجي لها النجار. انا كده كده كنت حاطه فيها الكزامات والحاجات دي، نوديها النجار ويدير لي ديكور رجلين زوينين ونصبغها برضو. انا اللي غنصبغها او هو اللي صبغها لي. نشوف هو الثمن كامل غير الا كانت رخيصه وقد اعملها هو اللي يعملها ليا. المرايه دي ان شاء الله نغير لها مكانها ونخليها حلوه. والسقد غنوديه الراجل يغسلو. ان شاء الله يغسلوا وباش نفرشوا. اما انا فرحانه بصح حاجه قليله لكن فرحانه بها. في حاجات مازال خاصني نجيبها ان شاء الله. كل يوم باش نجيب العتبه، نجيب حاجه شويه شويه تيحمل الواد. حتى حاجه ما بتجي مره واحده الا الموت ان شاء الله. انا بصراحه الواحد فرحان بنتيجه، واخا باقي ما وصلتش اللي انا بغيت، لكن معاكم انا كل يوم ندير حاجه لما ربنا يسهل. هذه ان شاء الله نصبغها بالذهبي، لكن بغيت نديرها كما قلت النجار. هي اهم حاجه يشد ليا رجليها بتزعزع. وانا درت صالون غزال وصيبت بيتي. الصالون صيبته زي اي وحده جايبه من يقول واحد ما عنديش وما خاصنيش. الحمد لله، الحمد ربي ونشكره. ونعمة تدوم علينا غير الصحة وكل حاجة. أي وحدة اللي بحالي تكافحت وصبرت كنت ممكن ندير الأكثر وأكثر، لكن الواحد يفضل ولاده بيه. هو ما بيفكرش في نفسه إلا ولاده. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الصالون ويوصلت لهنا. اعمل لي لايك واشتراك بالله عليكم، وتقول لي رايكم واش هادشي اللي درتو صح ولا غلط. كاين واحده كلمه حلوه. والصالون ده اللي درتو هنايا برضو نبركو فيه ونديرو، وان شاء الله خير باذن الله حبايب قلبي. ان شاء الله انا وريتكم شنو درت، وشويه شويه نوريكم شنو غندير كله باذن الله. نقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. ديروا لايك واشتراك بالله عليكم، ما تنسونيش.